اشتغلت وسائل التواصل الاجتماعي على تداول صورة للفنانة دنيا سمير غانم، وتظهر فيها علامات حملها بطفل رامي رضوان الثاني. وظهرت دنيا وهي ترتدي فستان أزرق وبطنها منتفخة بوضوح، لتنتشر الصورة في السوشيال ميديا، ويبدأ جمهورها في بعث التهاني. ولم تعلن دنيا أو زوجها رامي رضوان أي شيء بشأن حملها، ولا يزال النبأ تداولات إعلامية دون تأكيد أو نفي رسمي. وأنجبت دنيا قبل سنوات طفلتها كيلا، ولا تظهر معها كثيرا، وتحرص الفنانة على إبعادها عن السوشيال ميديا. وكان قد حضرت النجمة المصرية دنيا سمير غانم حفل افتتاح مهرجان دبي السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء الأربعاء 6 ديسمبر بحضور نخبة من أشهر النجوم العرب والعالميين. وأثارت الممثلة المصرية جدلا كبيرا بإطلالاتها، خصوصا وأنها ظهرت ببطن منفوخ، ما جعل جمهورها يشيرون إنها حاملة بطفلها الثاني. إلا أنها بطلة مسلسل كبير قوي لم ترد على تلك التعليقات التي تعتبر شائعات حتى لم يتم تأكيدها. كما حرصت النجمة دنيا سمير غانم على تهنئة شقيقتها إيمي سمير غانم وزوجها حسن رداد على تكريم الثنائي خلال حفل افتتاح الدورة 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والذي أقيم بمعبد الأقصر. ونشرت دنيا سمير غانم عدد من الصور لهما في الحفل عبر حسابها على انستجرام، معلقة عليها: أجمل نجمة وأخف دم بنت في الدنيا، ألف مبروك التكريم من مهرجان الأقصر، وألف مبروك أخويا النجم حسن رداد، ربنا يحفظكم ويحرسكم وينجحكم دايما يا رب. كما وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة خاصة إلى متابعيها اليوم الأحد 14 فبراير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة على انستجرام من خلال خاصية ستوري. وكتبت دنيا سمير غانم: رضاك الداخلي عن نفسك وما تملكه يؤمن لك عزلا قويا عن ما لدى الآخرين وحتى نظرتهم اتجاهك. الرضا صمام أمان قوي جدا. وبكده تكون انتهت فقرتنا. لو عجبتك القناة ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.